في عالم الألعاب مش كل شيء مجرد لعبة. طفل عنده 15 سنة دخل في شبكة مظلمة، مهام خطيرة واختيارات مصيرية. ويلا نبدأ الحكاية. هاني عنده 15 سنة، سايب باباه ومامته متطلقة منه ومشغولة طول الوقت. البيت هادي وهاني غالبا لوحده. كل يوم بيقوم الصبح يفتح تليفونه ويبدأ يومه بين الدروس على التابلت والألعاب، والكتب المدرسية موجودة كلها على الموبايل، فمفيش حد يراقب وهو قاعد بالليل يتصفح ويهزر. ألعاب الفيديو كانت العالم كله بالنسبة لهاني، مش أي لعبة، اللعب اللي فيها قتال ووحوش ودم. مع الوقت كل مشهد عنف أو قتال أو قتل في اللعبة بقى بالنسبة له عادي جدا، حاجة شبه الروتين اليومي. الدم والصراخ والوحوش والهجوم المفاجئ كل ده ما بقاش يأثر عليه. في اللعبة دي كان في حاجات غريبة، غرف شات مغلقة، يعني مش أي حد يدخلها، بس هاني كان دايما موجود فيها، بيتكلم مع ولاد تانيين وبيشاركهم استراتيجيات اللعبة، وأحيانا يهزر معاهم على أي مشهد غريب أو دموي. ومفيش حد يعرف ولا حد بيراقب، وهاني كل يوم بيكبر قدام الشاشات. كل يوم دماغه بتتعود على العنف أكتر وأكتر، وكل يوم بيحس إنه جزء من العالم ده. وفي يوم ظهرت له رسالة مختلفة عن أي حاجة قبل كده. كانت رسالة من حد غامض وقال له فيها: أنت جامد في اللعبة، تحب تاخد مستوى أعلى؟ هاني حس بالحماس، أكيد كل واحد من الولاد في اللعبة دي كان نفسه يبقى أقوى ويبقى البطل. لكن حس كمان بحاجة غريبة، الخوف، مش خوف كبير بس شعور غريب كأنه في حد بيراقبه. هاني قاعد قدام التليفون وحاسس بحاجة مختلفة. الرسالة اللي جات له من الشخص الغامض كانت واضحة: عاوزين نعرف قدراتك الحقيقية. فتح اللعبة وكل المراحل العادية بقت بسيطة بالنسبة له، الدم والقتال والوحوش كل ده ما بقاش بيخوفه. بس المرة دي اللعبة كانت مختلفة، المراحل الجديدة فيها استراتيجيات أكتر ووحوش أكتر، وأحيانا مهمات لازم تقرر مين يعيش ومين يموت. هاني بدأ يحس بالإثارة، الدم كان أكتر والصراخ كان واقعي، وكان في إحساس غريب إن في حد بيراقب في كل حركة بيعملها، كل ضربة كان بيعملها وكل ضربة ويوجهها للوحوش، كأن الشخص الغامض بيقعد يراقب ويقيم. وفي يوم جاتله مهمة جديدة: اختبر نفسك في الاستدراج، لو قدرت تجذب الولد التاني اللي اسمه كريم للغرفة الخاصة يبقى انت مؤهل للتحديات الأكبر. هاني حس بمزيج من الخوف والحماس، دي مش لعبة عادية، ده اختبار. قعد يفكر ازاي اقدر اغريه عشان يدخل، وازاي اوريه اللعبة، وازاي احسسه انها حاجة مسلية من غير ما يحس باللي وراها. هاني بدأ يخطط ويحلل شخصية كريم، ويشوف ايه اللي بيحبه وايه الألعاب اللي بيحب يلعبها، وازاي يقدر يقنعه يشارك معاه في الغرفة الخاصة. واللي ما يعرفوش هاني ان كل حركة وكل كلمة وكل تصرف بتتراقب من حد كبير ورا الشاشات. هاني قدر يجند كريم في اللعبة، وبعدها بدأ يدخله على الموقع بتاع المنظمة، وبدأ يكلفه بمهام بسيطة شراستها قليلة مقابل فلوس، وكل ده تحت مراقبة الكاميرات. هاني قلبه بقى يرقص من الحماس لما شاف كريم دخل الغرفة الخاصة. اللعبة كانت واقعية جدا، وكل خطوة هاني عملها كانت بتتحسب، وكل حركة الكريم كانت بتتسجل. الشخص الغامض كتب لهم على الشاشة: تمام، انت مؤهل للخطوة اللي بعد كده. وفي نفس اللحظة جات له رسالة جديدة، رابط لموقع، مش أي موقع. شكل واجهته كان عادي، بس هو عارف من الرسالة إن ده مكان أكبر، مكان المنظمة. هاني فتح الموقع وحس بحاجة غريبة، كل حاجة منظمة ومحسوبة، ومنظور غريب من الألعاب اللي لسه كان بيلعبها. الرسالة التانية كانت واضحة: دلوقتي تبدأ تعمل مهمات بسيطة مقابل الفلوس. المهمات شراستها قليلة جدا، بس لو نجحت الخطوة اللي بعد كده هتكون أكبر. هاني حس بالإثارة والفضول، وعقله الصغير كان مستغرب، فلوس وشراسة قدام الكاميرا،
بس الفضول والغضب واللعبة كلها حواليه كانت بتدفعه إن هو يكمل. المهام الأولى كانت بسيطة، خدعة صغيرة على حد تاني في اللعبة أو تهديد نصي مش حقيقي، بس كل ده كان بيتسجل قدام الكاميرا. والفلوس كانت بتزيد وهاني بدأ يحس بالقوة. أنا أقدر أعمل أي حاجة وكمان فلوس. بس جوه قلبه كان في إحساس غريب، حاجة شبه الخوف. هل اللي بيعمله طبيعي؟ وهل ده مجرد لعبة ولا حاجات أكبر؟ الشخص الغامض كتبله: كويس كده هاني، دلوقتي انت جاهز للمهمات الأكبر. هاني قعد قدام التليفون ورحلته مع الموقع بقت أكتر من مجرد لعبة. الشخص الغامض كتبله رسالة جديدة: دلوقتي هتبدأ مهمتك الأكبر. لحد دلوقتي الشراسة أكتر وخطر أكتر، بس المكافأة تستاهل. المهمة كانت محتاجة تركيز ومهارة، خدعة على حد تاني في اللعبة، تهديد قدام الكاميرا، وإنه يتحرك بطريقة معينة تخلي الشخص التاني يصدق كل حاجة. هاني حس بالخوف لأول مرة، لكن الفلوس كانت قدامه، والإثارة اللي حس بيها في المهمات السابقة كانت بتشده. بدأ ينفذ المهمة خطوة خطوة. كل حركة كان بيعملها كانت قدام الكاميرا، وكل كلمة كانت محسوبة. قلبه كان بيدق بسرعة، ورغم الخوف حس بالإثارة. أنا فعلا قادر أعمل أي حاجة. المهمة انتهت وهاني نجح، والجهة الغامضة كتبت له: تمام يا هاني، المكافأة بتاعتك على الحساب. والأول مرة شاف هاني فلوس حقيقية على حسابه. ما استناش كتير، دخل على الموقع وبدأ يشتري أفلام ومسلسلات وحاجات كان نفسه فيها من زمان. كل ده كان من غير ما حد يحس. مامته مش حاسة بيه ولا أبوه ولا أي حد من اللي حواليه. هاني حس بالفرحة والإثارة في نفس الوقت، وكأن العالم كله خلاص بقى ملك إيديه. لكنه ما كانش فاهم إن كل خطوة كان بيعملها، كل مهمة بيخلصها، كانت بتشده أكتر في الطريق ده. الطريق ده بقى جزء من حياته، والجهة الغامضة كانت واثقة إنه مستعد لكل حاجة بعد كده. هاني كان قاعد في أوضته وقلبه بيدق بسرعة. الرسالة اللي جاتله كانت واضحة ومخيفة: دلوقتي مهمتك الجاية مش لعبة. هات ولد من أصحابك في البيت، وافتح الكاميرا، وابدأ المهمة، وتأكد كل حاجة متسجلة. هاني حس بالخوف، بس الفلوس والإثارة اللي حس بيها قبل كده كانت بتشده يكمل. فكر في أصحابه، اختار واحد قريب منه جدا، اللي بيتقابلوا دايما في البيت، واللي بيحب يلعب معاه في الألعاب العادية. الولد التاني ما كانش يعرف حاجة، فاكر إنهم بيلعبوا زي أي يوم عادي. هاني فتح الكاميرا بتاعت الموبايل على نفسه وعلى الولد التاني وبدأ المهمة. الشخص التاني في اللعبة كان بيشوف كل حاجة، وكل تحرك ليه هو وصاحبه كان تحت المراقبة. هاني حس بخوف شديد، بس كان مضطر يكمل. كل حركة وكل كلمة كان بيقولها للولد التاني كانت محسوبة بعناية، وكأنها مجرد لعبة بالنسبة له. الولد التاني ضحك ومبسوط، بس مش فاهم إن اللي بيحصل قدام عينه خطر حقيقي بالنسبة له وبالنسبة لهاني. وفي نفس الوقت هاني بدأ يحس بحاجة غريبة في قلبه، الخوف والإثارة والتوتر والفضول كمان. كل ده كان بيتلخبط مع بعض، وكان عارف إنه لو نجح هيكون جزء من حاجة أكبر وأكبر في اللعبة نفسها. هاني كان مجهز آلة حادة زي ما اللي مجندينه قالوله. كل حاجة كانت محطوطة قدامه، وفجأة ضرب صاحبه على دماغه. الولد التاني وقع على الأرض. كل حاجة صمت حواليه، بس الكاميرا كانت بتسجل كل حركة. هاني وقف لحظة، قلبه بيترعش، وبدأ يحس بحاجة غريبة، خوف، ذنب، مزيج غريب من الإثارة والخوف. الولد التاني مش فاهم حاجة، عمال يضحك في الأول وبعدين وقع فجأة، وده خلى هاني يحس بالصدمة لأول مرة. رغم إنه اتعود على العنف في اللعبة، لكن في الواقع كان مختلف. الجهة الغامضة على الموقع كانت متابعة كل حاجة، وكل خطوة لهاني كانت محسوبة. وده كان أول مرة هاني يحس إن اللي بيعمله مش مجرد لعبة، ده واقع حقيقي. الجهة الغامضة كانت متابعة، وكل تعليق كان بيجيله على الشاشة بيزود الضغط. تمام، خلي كل حاجة واضحة قدام الكاميرا. الجهة الغامضة طلبت من هاني إنه يقطع صاحبه أجزاء علشان يحطها في الشنطة ويرميها في حتة بعيدة، وده طبعا كانوا مجهزينه قبل كده.
هاني بدأ يحرك الشنطة ويحاول يكون هادي، بس فجأة باب الأوضة اتفتح. أمه رجعت من مكانها وفتحت الباب على مصراعيه وبصت لهاني. المنظر كان صادم، مش بس صدمة عادية، دي صدمة من النوع اللي يوقف القلب. هاني اتجمد مكانه وأمه اتصدمت مش فاهمة حاجة، وهو مش عارف يرد عليها ولا يكلمها ولا يقولها ايه اللي بيحصل. بعد ما الأم شافت اللي حصل كانت صدمتها كبيرة جدا، مش فاهمة تعمل ايه وقلبها متعلق بابنها ومش قادرة تسيبه يواجه المشكلة لوحده. ساعدته يلم الولد اللي هو زياد في أكياس، وأخدت كل حاجة ونزلوا بيها بعيد عن البيت. المكان بعيد ومظلم شوية، وهاني وأمه رموا الولد بعيد عن البيت زي ما طلبوا منه. مرت كام ساعة وأهل زياد بدأوا يقلقوا عليه، وعرفوا إن ابنهم رايح عند هاني. فكروا يتصلوا بيه. هاني رد عليهم بسرعة: لا، زياد ما جاش عندي. أهل زياد اتجننوا وقلبهم وقع، وبدأوا يدوروا عليه في كل حتة، في الشوارع والبيوت، كل مكان ممكن يكون فيه راحوا يسألوا عليه فيه. بس مع مرور الوقت ملقوش أثر ليه، والقلق اتضاعف والخوف زاد، لدرجة إنهم ما قدروش يتحكموا وقرروا يتواصلوا مع جهة أكبر. اتصلوا بالشرطة وبلغوا عن اختفاء ابنهم. في اللحظة دي هاني وأمه بقى عليهم ضغط جديد، ضغط كبير جدا. الشرطة هتتدخل، والموضوع خرج عن السيطرة. بعد ما أهل زياد بلغوا عن اختفاء ابنهم والولد قالوا إنه رايح عند هاني، الشرطة استدعوا هاني وأمه على طول. الأم جت مع هاني والشرطة بدأت تسأل عن الولد. الولد التاني قال: أنا معرفش عنه حاجة. الأم حاولت تكذب وتقول نفس الكلام، بس المباحث ما كانتش مصدقة. بدأوا يفرغوا الكاميرات بتاعت الشوارع اللي حوالين البيت، وكل الشوارع اللي كان ممكن يكون الولد مر بيها. مع تفريغ الكاميرات اتأكدوا بحاجة واحدة بس: الولد خرج من البيت وراح عند هاني ومنزلش منه. الأم لما نزلت مع هاني كانت شايلة شنط في إيديها، ورجعوا بعد نص ساعة فاضيين، مفيش في إيديهم أي حاجة. الضغط على هاني والأم كان شديد جدا، كل واحد فيهم حاسس إن اللعبة انتهت والواقع بدأ يكشف نفسه بشكل كامل. في اللحظة دي هاني انهار وقال كل حاجة، كل اللي حصل وكل المهمة بكل تفاصيلها، والشرطة بدأت تكشف القصة. والمفاجأة الكبيرة إن الأم بدل ما تتراجع قررت تكون شريكة مع ابنها في كل اللي حصل. فضلت معاه وأصبحت جزء من الجريمة نفسها، اللي مجرد لعبة اتحولت لعالم حقيقي مليان جريمة ومراقبة وضغط نفسي رهيب. هاني وأمه دلوقتي في بداية طريق مظلم طويل، الطريق اللي مش عارفين نهايته ايه. بعد ما هاني انهار وقال كل حاجة وأمه فضلت معاه، الشرطة واجهتهم بالكاميرات اللي اتفرغت، كل الصور وكل التحركات وكل الشنط اللي كانوا شايلينها، كل حاجة كانت واضحة قدام عينيهم. الشرطة بدأت تحقق، لكن رغم كل الأدلة والاعترافات القضية لسه قيد التحقيق. ومشكلتهم دلوقتي إن الواقع اتشابك، الضحايا والشهود والأدلة والكاميرات. هاني وأمه فضلوا مع بعض، كل خطوة معاها كانت محسوبة. الطريق اللي بدأ كله لعبة اتحول لعالم مظلم مليان جريمة وخوف وذنب، ومستقبلهم كله مبهم لحد دلوقتي. القضية لسه ما اتقفلتش والشرطة لسه بتحاول تفهم كل حاجة. هاني وأمه دلوقتي عايشين مع عبء كل اللي عملوه، وكل خطوة في المستقبل ممكن تكشف الحقيقة أكتر. لو وصلتوا معانا لحد النقطة دي اكتبوا لنا في التعليقات إن انتم من الأبطال وصلوا على النبي، وقولوا لنا رأيكم المهم جدا. ايه اللي ممكن يوصل طفل للحاجة اللي هو عملها دي؟ هل إهمال الأم ولا انفصال الأم عن الأب؟ وتفتكروا الأم لما شافت ابنها في الوضع ده كانت هتتصرف تعمل ايه؟ تروح تبلغ عنه ولا تعمل اللي الأم عملته في القصة بتاعتنا؟ وإيه الحكم اللي ممكن يتحكم على الابن وعلى الأم؟ وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقصة لحد بتحبوه عشان نسمع رأيه هو كمان في التعليقات. وبشكركم شكرا جزيلا حبايب قلبي، لو لسه مكملين معانا لحد دلوقتي شكرا جزيلا.